مستنقع مين يا دلدول مرتضى منصور، يا اللي مرتضى منصور كاسل عينك وشغال في قناه الزمالك بلقمتك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بيكم اعزائي متابعين قناه ايمن الشويت على يوتيوب. اللي حصل في قناه الزمالك امبارح بعد مباراه الاهلي وبيراميدز مهزله بكل ما تحمله الكلمه من معنى. شويه هجاصين طالعين يقولوا اي كلام في الهوا وبيعملوا فتنه من الجماهير ومسكوا النادي الاهلي. يعني مش عايز اقول اهانوا النادي الاهلي لان دول اقل بكتير من ان هم يعملوا كده، ولكن كان في هجوم كبير جدا امبارح على النادي الاهلي وعلى مباراه السوبر وعلى المنظومه الكرويه كلها. وكل كلامهم امبارح وكل اخبارهم كانت فلان قال وسمعنا انه فلان قال وبيقولوا فلان طلع صرح وقال. ده كان كلامهم كله امبارح. وللاسف الشله اللي قدامكم دي، الشله اللي انتم شايفينها على الشاشه دي، طلعت هجصت امبارح وقالت اي كلام علشان ترضي شخص واحد بس في مصر، اللي هو مين؟ سياده المستشار. زي ما انتم عارفين كده امبارح خالد لطيف كان مستضيف مين بقى معاه؟ جمال عبد الحميد عضو مجلس اداره الزمالك، مصطفى جويلي رئيس المنظومه الاعلاميه بالزمالك، ومعاهم كمان شيخ الطبالين محمد رجب، والتاني ده المستفز اللي اسمه صبحي عبد السلام. وجمال عبد الحميد بداها بايه بقى؟ بيقول لك الاهلي واتحاد الكوره كان في بينهم اتفاق ان العقوبه تطلع بعد مباراه السوبر. تاني اتفاق كان بينهم ان اتحاد الكوره تواصل مع الاهلي وقال له انت عايز الحكم ايه؟ عايزه مصري ولا عايز اجنبي؟ شايفين الهجص يا جماعه؟ بالله عليكم ده كلام ناس عاقله؟ ده كلام ناس المفروض ان هم يبقوا واجهه الكره المصريه؟ يعني الكابتن خالد لطيف ده قبل ما يروح الزمالك او قبل ما يبقى عضو مجلس اداره في الزمالك كان يعتبر رمز من رموز الاعلام الرياضي. جمال عبد الحميد قبل ما ينخرط في المستنقع بتاع مرتضى منصور ده المفروض كان كابتن تاريخي للزمالك وراجل ليه كل احترامه. ده قبل ما ينضم لمجلس اداره الزمالك. اللي اسمه صبحي عبد السلام ده بقى امبارح عمل كارثه حرفيا على الشاشه. فتح تليفونه وبيقول لك في واحد بعت لي دلوقتي وبيقول ان رمضان صبحي صرح وقال الناس دي انا مش عارف بتعمل معايا كده ليه، دايما بيهاجموني ليه، انا الحمد لله ان انا مشيت من وسط المستنقع ده. وبيقصد النادي الاهلي بكلمه مستنقع. مستنقع مين يا اللي مالكش 30 لازمه؟ مستنقع مين يا دلدول مرتضى منصور، يا اللي مرتضى منصور كاسل عينك وشغال في قناه الزمالك بلقمتك؟ ثم كمان اللي اسمه محمد رجب ده صاحب سياده المستشار، هو شغال اصلا في القناه علشان صاحب مرتضى منصور. بيقول لك قرار تاريخي وفزنا بكاس العزه والكرامه. كاس العزه والكرامه ايه؟ انتوا فزتوا بكاس الفضيحه، فزتوا بكاس الفضيحه والتواطئ. فين ده؟ ده بس ده بقول لكم على حاجه، السوبر بتاع امبارح ده اقسم بالله احلى سوبر شفته في حياتي، لان كان فيه نديه وكان فيه اداء فني عالي جدا جدا من اللعيبه في الملعب سواء من الاهلي او بيراميدز. ثانيا الاستاد كان متقفل عن اخره، يعني جيتوا ما جيتوش الاستاد اتقفل عن اخره، يعني ولا كان لكم قيمه. تالت حاجه بقى الرعاه دخل راعيين 3 كمان بعد ما انتوا انسحبتوا من البطوله يرعوا البطوله، يعني البطوله نجحت اكتر. ولكن عداروا على خيبتكم بايه؟ لازم تطلعوا تعظموا وتمجدوا في قرار سياده المستشار علشان هو اللي بياكلكم وهو اللي بيدفع لكم الفلوس علشان تقولوا كده. كل شويه وهم على الهوا كل واحد يبص في تليفونه جاي له تعليمات من سياده المستشار بينفذها بالحرف، ما يقدرش يجي يمين ولا يجي شمال. ولكن فين المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام من المهزله اللي بتحصل دي؟ امبارح مسكوا النادي الاهلي حرفيا فرموه، غلطوا في النادي الاهلي وفي سمعه الكره المصريه بكل الطرق، وكان كل اخبارهم عباره عن قالوا لنا وسمعنا وقالوا. لكن ان في خبر حقيقي بيستندوا ليه او مصدر بياخدوا منه الخبر اقسم بالله ما حصل. بيقول لك سمعنا ان هاني سعيد قال ان التحكيم جاب الاهلي وان الاهلي نادي الدوله وين. طب بالله عليك كمشاهد سواء اهلاوي او زملكاوي امبارح شفت حاجه من التحكيم؟ طب امبارح مش الاهلي كان ليه ضربه جزاء تانية ولكن مفيش اي اهلاوي اتكلم فيها، ولكن هم علشان ما لقيوش حاجه في الماتش يتكلموا عليها بدأوا بقى ايه؟ يجيبوا الكلام ده من وحي خيالهم، وحي خيالهم. لكن عامه ربنا يخليهم لينا، اديهم مسلينا، وخليهم بقى يخدموا في مرتضى منصور لغايه ما يلبسوا هم في الاخر مع بعض كده. ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناه. السلام عليكم.